الحقيقه في اول الفيديو انا حابه اشكر المدارس ان هم هياخدوا مننا الولاد، ودي اكبر ميزه للمدرسه. حاجات المدارس انا جبتها الشهر اللي فات قبل ما الحاجات الحلوه تتاخد، واغلب الامهات متهيألي خلاص جابوا، بس في امهات حبايبي اللي لسه جداد في منهم لسه لايص فبيسالوني كتير، فهقول لك تعملي ايه. بالنسبه لشنط المدرسه احنا عندنا مقاسات، يعني 3 مقاسات بنلعب فيهم ما بين ال 16 وال 18، 16 17 18. دي ال 16 عشان تبقي متخيله شكلها كده وحجمها مقارنه بيا، انا اصلا شخص قصير مش طويل، يعني ممكن تقولي ان هي شبرين، اقل من شبرين طولها. 18 دي 18 دي كبيره. لو انت عندك طفل رايح بري كي جي اللي هي السنه اللي قبل كي جي 1، او في ناس بتسميها بيبي كلاس، يبقى ال 16 بالنسبه له حلوه، لان ال 18 وال 17 بالنسبه له هتبقى كبيره جدا. لو عندك طفل رايح كي جي 1 او كي جي 2، يعني رايح اولى حضانه او تانية حضانه، فانت تقدري تجيبي ال 16، بس لو عايزاها تعيش اولى حضانه وتانية حضانه وتطلع معاكي شويه وتبقى عمليه اكتر، هاتي 17 او 18. انا بالنسبه لي جبت كي جي 1 وكي جي 2 18 او 17. هقول لك ليه، هي هتبان كبيره ولما هيجي يلبسها هتحسي ان هي بحر عليه. بس في ميزه واحده في الموضوع، انه في المدرسه بيبعتوا شميز او ملف فايل، يعني انا جايبه لك كراسه مقاس الشميز ده، بيبقى طويل بيتحط فيه الحاجات اللي الطفل عملها في اليوم والكلام ده. لما بنيجي نحطها جوه ال 16 بتبقى قصيره عليها، او انت بقى هاتي بنفسك الكراسه وجربي شوفي هتبقى، او ملف كبير هاتي ملف طويل اللي هو بيتقفل بكبسوله ده، وشوفي لو على قدها يبقى هي تمام، لو مش على قدها يبقى هاتي 18. بصراحه هي 17 وسط ما بين الاتنين، فممكن تعيش معاكي كي جي 1 وكي جي 2. انا الحاجات دي بتقعد معايا سنين بصراحه. طيب اجيب شنطه غاليه ولا شنطه رخيصه، وشنطه ماركتها ايه؟ انت عندك مدرستين. في مدرسه من الامهات بتحب اكتر ان هي تشتري شنطه تعيش معاها فتره طويله، وده بيبقى عملي اكتر لمثلا الكبار اللي هم مثلا اعدادي ثانوي ابتدائي، لما يبتدوا يعقلوا ويقتنعوا ان الشنطه بتعيش معانا على طول. انا بالنسبه لي عندي في البيت بعمل كده، بجيب شنطه متينه كويسه تدخل الغساله تطلع من الغساله ما بقاش قلقانه عليها، وبقنع بنتي ان هي هتعيش معانا مثلا فتره حضانه كلها، او ان هي هتعيش معانا مثلا من اولى ابتدائي رابعه ابتدائي، بعدها هنغير لانه الحاجه غاليه. ففكره ان انا اغير الشنطه كل سنه ده انا بحس انه يعني ده تو ماتش، حرام يعني. في ناس تانية بتحب زهوه وفرحه الطفل ان هو يغير الشنطه كل سنه، فدول ممكن يجيبوا حاجه اقل سعرا بحيث لما تخلص وما يبقاش ليها استخدام تاني مفيش حد هياخدها، خلاص بقى يعني ما تبقيش زعلان عليها قوي. في بياخدوها بعد كده يستخدموها للدروس، او بينزلوا بيها مثلا لو هي سبورتيف شويه بينزلوا بيها النادي، او بيستخدموها استخدامات تانية، فتمام. وانت تسالي على سعر الشنطه خدي بالك ده سعر الشنطه لوحدها ولا سعر الشنطه معاها اللانش بوكس، لانش باج، اللي هو العلبه اللي بتحط فيها اللانش بوكس او علبه الاكل، والمقلمه. لان في بيبقى بيبيع لك السات كامله فتسمعي الرقم فتتخضي، انما لو انت عايزه الشنطه بس ده بيقلل من سعرها، يمكن بيقلل على الاقل التلت، ساعات بيقلل النص. طب اشتري ماركه ايه في الشنط؟ انا هقول لك على حسب ميزانيتك. الناس اللي بتشتري بميزانيات كبيره فهي عندها من اول الجلاسي بيرد، في حاجات اعلى من الجلاسي بيرد بتجيبها مستورده من بره، في بقى الشنط اللي هي السبورتيف الجين سبورت والاديداس والحاجات اللي بتتجاب. طبعا انا مش متاكده قوي في الحاجات السبورتيف ايه المقاطعه وايه لا، لان انا مش بجيب منهم. في عندك سميجل، بس الناس بتحبها اكتر في حضانه لما الاطفال بيكبروا اكتر، يعني اغلب الامهات ما بتحبهاش. في عندك كابس، ده براند مصري بس يعني غالي، مش براند مصري رخيص وعملي وبيعيش وكل حاجه، بس برضو غالي شويه. اشكاله مناسبه لو انت عندك مثلا بنوته في ابتدائي كبيره شويه، اعدادي، الحاجات دي هيحبوه. انما الاطفال الصغيرين بيبقوا يعني بيحبوا جدا بقى الشخصيات الكرتون تكون كبيره ولايقه، عندهم كده خيال معين في شخصيات الكرتون، فما بحسش الاشكال بتاعت كابس بتمشي قوي. انزلي شويه بقى عندك طبعا اكتف الشنطه معمره بشكل رهيب وعمليه وبتتغسل وبنت حلال. خدي بالك الحاجات الاغلى في منها حاجات ما بتتغسلش، يعني مثلا جلاسي بيرد هيقولك لا لازم دراي كلين او طريقه معينه. انا بحب اكتف في الشنط بس ما بحبوش في الجزم بصراحه، يعني انا عندي كذا تجربه للجزم بتقشر، ومع ان بناتي يعني استخدامهم طيب جدا وانا استخدامي والله طيب جدا، بس هي بتقشر مني. عندك في نفس الرينج ده برضو بي زد،
ولو جبتيها من الوكيل، يعني في اماكن معينه مثلا بالنسبه لنا في مصر الجديده بنروح نجيبها من النزهه الجديده او شارع طه حسين. مثلا الناس اللي بتروح وسط البلد فهتلاقي الموسكي، كل واحد طبعا على حسب المكان بتاعه. لو جبتيها من الوكيل او بعض الجروبات اللي يكون حد من صحابك بيجيب منها، فالبيزات شنطه بتدخل الغساله، بتستحمل بنت حلال مصفي، هتعيش معاكي كتير جدا. وبرده على نفس المنوال، اقل سنه في الشهره وفي السعر، حاجه بسيطه بس مش اقل في الجوده. هي برضو الناس بتحبها قوي ال 3 ام. وفي على فكره البي زد وال 3 ام الاثنين بيتقلدوا، بيتعمل منهم هاي كوبي او كده للناس برضو اللي مش قادره تجيب البي زد والحاجات دي. لازم نجيب يعني الشنط الغاليه دي؟ لا طبعا، احنا ممكن ننزل اكتر من كده. هتلاقي حاجه اسمها موملي برضو كويسه وبتعيش مع الامهات، وهتلاقيها في الجروبات، وهتنزلي تلاقيها كتير جدا في المحلات بتاعه الشنط. طب انا مش عايزه ادفع كل الحاجات دي، لازم بفتيك عشان الناس ما تاكلش وشنا؟ لا خالص. لو انت عايزه تجيبي شنطه ارخص من كده، انزلي المحلات العاديه اللي انت بتروحيها، بس تبتي على سوسته رايح جاي كده، وتاكدي انها سوسته متينه على الخياطه جوه مش بس بره، وبصي على الخامه كده شوفيها هتتغسل معاكي ولا لا. عايزه اقول لكم ان في شنط رخيصه سبحان الله عاشت معانا في البيت سنين، وفي شنط تانية غاليه، في شنط تانية غاليه قعدت معانا يعني ما لحقتش وباظت، والواحد زعل عليها جدا انه دفع فيها الفلوس دي. لو تقدري تجيبي شنطه عاديه مش بترولي ده يكون احسن، خاصه لو الفصل اللي داخله بابنك او بنتك عالي، يعني بيطلع له سلم مش في الدور الارضي. الترولي مع السلم متعب جدا. الترولي لو انت في بيتك بتنزلوا سلم مزعج جدا. الترولي لما بتيجي تتشال على ظهر الطفل بتبقى مزعجه في الشيل وبتبقى اتقل. في شنط بتبقى بترولي وينفع تفكي منها الترولي لو انت عايزه الاوبشن ده، بحيث تتجر لو مثلا هنمشي للمدرسه واقدر افك الترولي بعدين. وفي مدارس بتمنع الترولي فبتروحي تشتريها وفي الاخر بتلبسيها. تاني حاجه نروح لبدعه هذا الزمان، اللانش باج. اللانش باج ده عباره عن شنطه بنحط جواها اللانش بوكس او علبه الاكل بتاعه الولاد. ايه فايدتها؟ انه الاكل لو اتدلق بيتدلق في اللانش باج، ما بيتدلقش في الشنطه كلها. هي بتبقى من جواها متبطنه، فمستبعد ان الحاجه تتدلق وتبقع وتدخل على الكتب، يعني بنسبه كبيره جدا لو انت جايباها متبطنه كويس. تاني حاجه هي بتلم الحاجات الكتير المرطرطه كده، يعني مثلا لو في علبه عصير او علبه لبن او معرفش العلبه بتاعه الموزه اللي طالعه لنا في المقدر جديد برضو اليومين دول مع اللانش بوكس. في اطفال بتفطر في الفصل بالذات الصغيرين، بيطلعوا اكلهم على الترابيزه او على الدكه او على اي حاجه اسمها التخته، ويحطوا الاكل ويفطروا. ده هيعمل ايه باللانش باج؟ يعني بنسبه كبيره ما بيبقى لهاش استخدام قوي الا لو ام حباها فطبعا تنبسط، انما بتبقى استخدامها اكتر الاطفال اللي نازله الحوش بتاع المدرسه. مبقاش حد عارف من العيال يعني ايه حوش دلوقتي. فلو نازل بدل ما ينزل بحاجات كتيره فيضيع حاجات كتيره فتدفعي فلوس كتيره، فبنلم كل حاجه في اللانش باج وفي الاخر بيضيعوا برضو الحاجات، عشان بس نبقى فاهمين. انا بالنسبه لي اهم حاجه في اللانش باج انها تبقى بتتغسل، يعني تدخل الغساله فاخلص، لانه بعد شويه بيبقى فيها روايح بتيجي تمسحيها بالوايبس ما بتتمسحش. لو من جوه متغلفه بحاجه شبه الفويل كده بتبقى احسن لي من الحاجات لونها لون الفويل مش خامه الفويل، بتبقى احسن لي من الحاجات اللي من جواها ابيض بيبتدي يقشر ويتفتح، بتعمل ريحه مع الوقت. لو انت حاطه اكلات يعني ليها ريحه قويه فما بتبقيش عارفه تخلصي من الريحه ولا تنضفيها. فانا بالنسبه لي لانش باج اول سؤال بتتغسل؟ شكرا خلاص هشتريها. في 200 لانش باج حتى مش ماركات، يعني ممكن تشتريهم عادي من نفس ماركات الشنط او من غير ماركات الشنط. المهم بس زي ما بقولك انت تبقي ماسكاها الخامه نظيفه وبتدخل الغساله. انا بالنسبه لي كان عندي البي زد ودي عمرت معايا حبه حلوين وبتدخل الغساله، مع ان اول ما مسكتها ما صدقتش الراجل وهو بيقول لي انها هتدخل الغساله لان شكلها من بره مجسم وحاجات كده خفت تبوظ، بس لا طيبه بتدخل الغساله وبتطلع بنت حلال. يعني لازم لانش باج؟ لا مش لازم لانش باج خالص، ما تجهديش نفسك، واللي ما جاش السنه دي هيجي السنه الجايه. يعني انت ممكن السنه دي تجيبي شنطه تعيش معاكي فتره، وتيجي السنه الجايه او في نص الترم لا ربنا يرزقك تقومي جايبه اللانش باج. ما تحطيش كل الحاجات انها لازم تتجاب من اول يوم عشان انتي هتتعبي. وخدي بالك الطفل بيتمسك جدا بشكل معين لشخصيه كرتونيه، بتروحي تلفي عليها الكره الارضيه علشان لازم يدخل بيها اول يوم في السنه، يا اما هتبقي ام مقصره ووحشه. وعايزه اقولك انه بعد اسبوع ايه، بعد يومين بيرجع يقولك هو انا ليه جبت سبايدر مان؟ انا كان المفروض اجيب حد تاني. فاهمه؟ او البنات تقولك ماما انا كنت فاكره ان ألسا اللي انا جايباها هي احلى واحده. تخيلي بقى ان في بنت جابت ال
وكان شكلها يعني بيقعدوا يعلوا عليكي بشكل يخليكي عايزه تضربي نفسك طلقه في نافوخك، فما تتفسحيش معاهم للاخر يعني، خلي عندك شخصيه كده. معروف ان حاجات المدرسه هو او الهدوم بشكل عام هو قرار بناخده احنا الاتنين مع بعض، انا وبنتي او انا وابني، لازم احنا الاتنين نوافق. انت ما تبقيش عاطفيه قوي انت بتشتري الحاجات، لانه برضو كتير بنتفسح وراهم في هدوم وبندبس فيها وبيغيروا رايهم وبيبطلوا يلبسوها وبيبقى الواحد دافع فيها فلوس كتير قوي وبيبقى عايز يعني شكرا. نروح لللانش بوكس. احنا عندنا مدرستين او يعني عندنا نوعين من الاطفال. نوع من الاطفال بيروح المدرسه الصبح، بينزل مثلا على الساعه 7:30 والمدرسه قريبه، يلحق الطابور وكله تمام، والمدرسه بتروحهم الساعه 12 او ساعات واحده بالكتير بيكون رجع البيت، فده بيقضي وقت قليل قوي في المدرسه. فالام كل اللي محتاجاه تحطه ايه؟ سندوتشين وحته وخياره. فممكن جدا مش لازم اللانش بوكس، هي لو عايزه تحطهم في كيس بلاستيك وتروح بيه وترجع بيه اوكي. عايزه تخليه صحي اكتر، ما تحطش الاكل وهو سخن، تحط الاكل وهو هادي، يعني تقوم تعمل الاكل وبعد كده تروح تلبس وتسرح والكلام ده، يكون الاكل هادي. او تلفه في ورق اللي هو ورق الزبده، او زمان كنا بنقول عليه ورق اللحم، يتلف بيه الساندوتش قبل ما يتحط في الكيس البلاستيك، يبقى كده شكرا وانا كده صحيه وماشي حالي وزي الفل. في امهات تانية ولادها بتنزل الصبح عشان تركب اتوبيس المدرسه، تروح اخر الدنيا الساعه 6:30 الصبح، ما ترجعش من المدرسه غير الساعه 4:30، وفي اولاد بتوصل 5:15 لو مثلا في مطره، السكك مقفوله، الدنيا زحمه. فالطفل ده بيقضي حوالي سيبها مع بعض كده حوالي 10 ساعات من عدد ساعات الصحيان بتاعته اللي هي حوالي 14 ساعه. يعني هو 80% من اكله هياكله في المدرسه، فهي محتاجه تنوع، عايزه تحط عناصر غذائيه كتير. وشوفي فيديو اللانش بوكس، فدي بتحتاج اللانش بوكس. طيب لازم برضو اجيب لانش بوكس؟ لا مش لازم، هي ممكن تقضي نفسها بعلب البيت، بالاكياس، بكذا كيس جنب بعض. الناس كانت عايشه زمان من غير الحاجات دي يا جماعه، فاللي مش قادر يجيبها ما يحسش ان هو قصر مع اولاده يعني في الاخر احنا مش بنأذيهم يعني عادي بتحصل، ما احنا اتربينا وزي الفل. ايه الصحي جدا؟ الصحي جدا ان انت تجيبي لانش بوكس ستانلس من جوه، ويكون نوع ستانلس نظيف. موجودين فين؟ هتلاقيهم بقى على الاونلاين اكتر حاجه بتجيبيهم منها، بس انا مشكلتي معاهم ان تقسيماتهم وحشه جدا، حجمهم صغير قوي، مش دايما بعرف احط كل الحاجات. البلاستيك لو هتجيبيه مهما كان نوع البلاستيك، حتى لو اغلى بلاستيك على الكره الارضيه، لازم تبقي عامله حسابك انه ما يتحطش فيه الحاجه وهي سخنه، لازم تبرد. فانت عندك البلاستيك الغالي اللي هو طبعا لازم يكون BPA فري، يكون مكتوب عليه بالصريح كده انه نمره 5، لان في حاجات ماركات حتى غاليه بس بتبصي عليها مش غاليه قوي، نص نص، بتبصي عليها ما تلاقيهاش نمره 5، تلاقيها نمره 3 وحاجات اخرى سوري 7. فانت عندك تابر وير، عندك سيستما لو انت عايزه تجيبي الرينج اللي هو السعر الاغلى قوي. وفي السيستما انا بحب اللي لونه بنفسجي، بس دلوقتي عملوا منه كذا نوع، يعني يمكن ده اكتر تقسيمه بتبقى عمليه معايا. هو بيعيش سنين، انا عندي واحد بقاله 4 سنين او 5 والله. عايزه تنزلي شويه بالسعر يبقى ام ديزاين، وامهات كتير قوي بتشكر فيه، وبراند مصري اثبت ان هو جميل ولطيف وكل حاجه، بس ما تجيبيش منه ازايز هاتي منه لانش بوكس، انما الازايز مفتوحه قوي بتغرق العيال. انت بتشتري ام ديزاين بالذات لو بتشتري اونلاين مش تبقي شايفه قوي، يا اما بتشتري اونلاين من السايت بتاعتهم، يا اما بتلاقيه سوبر ماركتس كتيره بقى دلوقتي بقى موجود كتير قوي. بتلاقي 3 مقاسات، 1 لتر تقريبا و100، و1 لتر ونص، والتالت لترين وحاجه. فالامهات ما بتبقاش عارفه مين الكبير ومين الصغير. سيبك من اللتر وحاجه، ده صغير قوي مش هيسعفك. انت عايزه واحد يعيش معاكي ويفضل معاكي حبه حلوين، حتى لو الطفل بدا ياكل اكتر فبتحطي ساندويتشات اكتر، فابتدي باللتر ونص. لتر ونص ده ياخد معاكي 3 ساندويتشات مستريح، وياخد فوق اي خضار وفاكهه انت عايزه تحطيه. ممكن ياخد علبه اللبن او علبه العصير، وممكن لا، على حسب انت ماليه الدنيا فوق قوي ولا لا. السن الاكبر يعني مثلا انا بقول من اول تانية ابتدائي فما فوق، او الاطفال اللي ما شاء الله اكلتهم كبيره، او الام اللي بتحب تحط حاجات كتيره قوي بتبقى عايزه بقى ساندويتش برجر كبير وما اعرفش في امهات برضو بتعمل مجهود رهيب في اللانش بوكس، فدي ممكن تجيبي الاثنين لتر. بس خدي بالك انك تجيبي لانش باك كبيره عشان تقضي، لانه في ساعات تجيبي لانش باك صغيره ما يعرفش يدخل جواها، او تضطري تطلعي بره اللبن وتطلعي الموزه وتطلعي الحاجات التانية، فيبقى اللانش باك ما لمتليش الحاجه اللي انا عايزه المها. اخر حاجه في بدع هذا الزمان هي الفلاسك.
الفلاسك او جورد او ازازه الميه اللي بياخدوها الولاد، زمزميه بتاعتنا. فانت عندك كذا اوبشن. اول اختيار ان انت تاخدي الازازه البلاستيك اللي في البيت، اللي مثلا اي حد شرب فيها بتاعه الميه المعدنيه وتبعتيها للطفل. او في ناس بتبقى عندها قدرات اكبر فبتجيب كرتونه ازايز ميه معدنيه وتبعت كل يوم مع الطفل ازاز. هي دي ميزتها انها رخيصه، وميزتها انك ما تزعليش عليها لما بتضيع، وهتضيع بس عشان نبقى متفقين. وفي اطفال ما شاء الله عليهم بيحافظوا على حاجاتهم، او مدرسه الدنيا فيها تركيز، فلو الحاجه ضاعت هعرف الاقيها، فبتحطي عليها اسمك، بتطبعي التيكت اللي هو بيعرف يتحط على الحاجات ونغسل عادي، بنحطه على اللانش بوكس وبنحطه على الجاكيته اللي هتضيع في المدرسه 17 مره عادي، بتحطيه على الشنطه، ولو تقدري تحطيه على ابنك هتحطيه يعني. بتلزق التيكت ده على كل حاجه، على الاقلام، على الاساتيك، على المقالم. فانت ساعتها عندك اختيار من اتنين، يا هتشتري الستانلس يا هتشتري البلاستيك. الستانلس طبعا صحي اكتر، طعم الميه فيه حلو، هيعيش معاكي فترات طويله جدا. عيبه ان هو غالي. النهارده ازازه السيستما انا مش هقول رقمها لانه مستفز اوكي، في تانك ارخص منها، يمكن ارخص 40%. ما تجيبيش اقل من كده بقى. يعني تانك حلوه وجميله وكل حاجه، هتجيبي الاقل. في بعضهم كويس لازم تبقي ماسكاه او مجرباه، او حد من صحابك مجربه، لان انا جربت حاجات اللي هي ب 200 و 300 جنيه مثلا بتجيبيهم اونلاين او كده، وفضل فيها ريحه الحديد، طعم الحديد، كل ما تيجي تشربي تحسي ان هي ما ينفعش تشرب منها، فحرام خساره. لو مش ضامنه ماركه الستانلس ما تجيبيهوش. عيب الستانلس ان لما بيضيع بتزعلي عليه جدا. ميزه الستانلس ان هو بيفضل الميه ساقعه فيه في الصيف وفي الشتاء فتره طويله جدا. هاتي المقاس الكبير، دايما خدي بالك انه في سمك للستانلس او لاي حاجه عازله، فبتخلي كميه الميه اللي جوه اقل بكتير من كميه الميه اللي انت شايفاها بره. فافتحي الحاجه من جوه تشوفيها تشيل قد ايه، ما تبصيش بس من بره انه دي بتشيل لتر ميه، بس تيجي في الواقع تلاقيه بتشيل مثلا 600 ملي 650 ملي، مش اكتر من كده. في مشكله برضو لازم تاخدوا بالكم منها في الستانلس التقيل. الستانلس تقيل، وبالنسبه للاطفال الصغيرين اللي مش واعيين قوي بيخبطوا بيه بعض، حتى هم نازلين على السلم بتلاقيهم بيقعدوا يحكوه في السلم، والواحد بيبقى زعلان كمان على انها بتتجرح وبتبوظ. فانا دايما بغلفها بتيكتس كتيره عشان بتبقى صعبانه عليا، لانها لو اتجرحت هيبقى شكلها وحش وهتضطري تشتري واحده جديده. فخدوا بالكم لانها ممكن تعور، بالذات لو اطفال بتجري، ولاد مثلا انت عارفه ان لعبهم عنيف مع بعض او كده، يبقى خلينا في البلاستيك ارحم. طبعا لو بنتكلم على الستانلس، في اهالينا كانوا بيقولوا عليه ترمس، اللي هو الثيرموس. برضو ده بنعتبره من الماركات الغاليه اللي طبعا الكواليتي بتاعتها كويسه قوي. هروح للبلاستيك بقى. تلك ام ديزاين هاتيها للكبار بس، صغيرين فتحتها كبيره جدا. ما تجيبيش اي حاجه عليها رسمه، بالذات البنات هيقولوا لك يا ماما عايزه عليها اميرات وعايزه عليها معرفش ايه، وهتقشر بسرعه جدا حتى لو ما بتغسليهاش في غساله الاطباق، وبتحافظي عليها جدا، بتحافظي عليها اكتر من ايديكي ومن ضوافرك ومن كل حاجه، وفي الاخر بتخونك وبتقشر. فهاتي الساده الحلوه اللذيذه. الساده برضو انت عندك السيستما وعندك التابروير، وعندك لو انت عايزه تجيبي الغالي، وبعدين بتنزلي اكتر شويه. المنترا انا بحس ان هي بتفك منهم، ما بتبقاش عمليه قوي، بخاف توقع ميه. عندك كول جير، بس انا ملاحظتي الكول جير عندي من كول جير حاجات بدات تقشر من البق، وعندي شايفه انه البلاستيك بتاعه ما بقاش زي زمان البلاستيك التقيل المحمل. ممكن تكون انا بس اللي ملاحظه كده. ودايما عايزاكي تتاكدي مهما كانت الازازه بتدفعي فيها اقلبيها وشوفي بلاستيك نمره 5 ولا لا، عشان خاطري، لانك هتذهلي وانت بتتفرجي على الحاجات قد ايه ولادنا بيشربوا من حاجات غلط مش المفروض يشربوا منها، وقاعده في التلاجة كل الفتره دي. ساعات الكول جير بقى بتبقى حلوه ليه؟ لان ليها بق عامل زي الصباع كده بيفتح، دي بتبقى لطيفه للسن الصغير اللي بيوقع على نفسه. يعني مثلا هتبعتيها الحضانه، بتتكلمي في سن مثلا 3-4 سنين لغايه 5 سنين، مش عايزاه يعمل مس، فبتبقى لطيفه. في امهات بتسالني على الازازه التانك البلاستيك مش الستانلس. انا بشوف ان هي طعم الميه فيها بتبقى حلوه قوي، وبتحافظ على الميه ساقعه على فكره فتره. يعني طبعا مش زي الستانلس، بس بجد الاثنين عندي بتحافظ على الميه ساقعه فتره طويله. بس انا عندي معاها مشكله، ان انت لما تشوفي حجمها من بره تحسي ان معاكي ازازه كبيره جدا، لما تشوفي اللي هي بتشيله من جوه تصعب عليكي نفسك كميه بتبقى قليله جدا. فانت افتحيها كده قارني حجم الميه اللي هي شايلاه، لا ساعات بيبقى اقل بكتير قوي. الواحد يعني بيحس انا خدت بقين والميه خلصت.
حجمها كبير ساعات بكسل اشيلها. فالحجم الصغير ده لذيذ، بس لما تشوفي قد ايه جواه ميه ساعات بيبقى يعني اقل بكتير. اللي فيها زرار دي، في منها زرار بيتك كده وفي منها بنقفلها. اللي بنقفلها عمليه اكتر. زرار دي ساعات الزرار بيبوظ، او حسب الاستخدام طبعا. الناس اللي استخدامها كويس بتحافظ عليها فتره. انا رايي ما تشغليش نفسك بكل الكلام ده. انت امشي في السوبر ماركت اما تلاقي ازازه انت شكلها عاطفي، بصي عليها، شوفي بي بي اي فري بلاستيك نمره 5، خلاص هاتيها. في الاخر انا عايزه اقول لكم ربنا يكون في عونكم. انا عارفه دخلت المدارس قد ايه صعبه، يعني اولويات كلها للمدرسه على حساب حاجات كتير قوي 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 لنفسك فربنا يخلي لكم الولاد ويبارك فيهم وتشوفوهم زي ما نفسكم تشوفوهم وتفرحوا بيهم كده دايما. وهحط لكم فيديو اللانش بوكس في اول تعليق.